السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة 14 من بودكاست فذكر. النهاردة هنتكلم عن حاجة عظيمة جدا، حاجة ممكن تغير حياتك كلها لو تمسكت بيها، حاجة لو داومت عليها هتشوف البركة في كل حاجة حواليك. عارف ايه هي؟ الاستغفار. وقبل ما نبدأ، لو استفدت ما تنساش اللايك والشير عشان البودكاست يوصل لغيرك، فالدال على الخير كفاعله، وصلوا على النبي. بصوا يا جماعة، كلنا بنغلط وكلنا بنقع في الذنوب وكلنا ساعات بنحس ان الدنيا مقفله قدامنا، بس ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب عظيم جدا نقدر ندخل منه في اي وقت، باب ما فيهوش مواعيد ولا شروط ولا اي تعقيدات، وهو باب الاستغفار. ربنا قال في القرآن الكريم: ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني مهما كان ذنبك كبير، مهما كنت بعيد، مجرد ما ترجع وتقول استغفر الله من قلبك، ربنا يغفر لك ويمحي ذنوبك وكأنها ما حصلتش من الأساس. انت متخيل قد ايه رحمة ربنا علينا؟ عارف سيدنا نوح لما كان بينصح قومه قال لهم ايه؟ قال: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الاستغفار مش بس مغفرة ذنوب، ده كمان مفتاح للرزق والخير في حياتك. عندك مشاكل؟ استغفر. نفسك في حاجة؟ استغفر. الدنيا مضيقة عليك؟ استغفر. كان في راجل راح للإمام الحسن البصري يشتكي له الفقر، فقال له استغفر الله. وواحد تاني قال له أنا محروم من الذرية، فقال له استغفر الله. وواحد تالت قال له الأرض عندنا جداء، فقال له استغفر الله. فالاستغفار مش مجرد كلمات بتتقال وخلاص، لا، ده سلاح قوي معاك اسمه سلاح الاستغفار، بيحميك من المصايب ويفتح لك أبواب الخير. وجاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر أكثر من 70 مرة في اليوم، وفي رواية تانية 100 مرة في اليوم. وخدوا بالكم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، ورغم كده كان يكثر من الاستغفار. فليه تضيع الفرصة من إيدك؟ ليه ما تمسكش في المفتاح اللي هيفتح لك كل الأبواب؟ خلي لسانك دايما راتب بذكر الله، وداوم على استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وإن قدرت تقول سيد الاستغفار فهو ده أفضل دعاء ممكن تقوله وتردده: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو قلت بصدق ومن قلبك ومت في اليوم ده، ربنا يغفر لك كل ذنوبك وهنيئا لك الجنة. فابدأ من دلوقتي وخلي الاستغفار عادة في حياتك، وبجد هتشوف العجب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.